في مشروع في الوقت الحالي انا شغال عليه، حبيت ان انا اضيف عليه ميزة تسجيل الحساب الخاصة بجوجل، او بمعنى ادق ان المستخدم يسجل حساب او يفتح حساب على موقعي او المشروع بتاعي باستخدام جوجل. وانا بعمل دلوقتي الطريقة دي او يعني بطبقها عندي على موقعي، افتكرت كان في حد طلبها مني قبل كده، فانا نسيت والله ان انا اتكلم عنها في وقتها، فقلت اعمل الفيديو دلوقتي قبل ما انسى مرة تانية. فالنهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هقولك ان انت ازاي تقدر انك يعني تضيف ميزة تسجيل الدخول او ساين اب او ساين ان او لوج ان عندك على موقعك او المشروع بتاعك باستخدام حساب جوجل. يعني على افتراض عشان برضو تكون فاهم، ده مثلا عندك دلوقتي يعني موقع ايا كان، لو انت دخلت عندك على ساين ان افتراضا او ساين اب، تمام، هتلاقي عندك دلوقتي في حاجه اسمها يعني سجل عن طريق جوجل او سجل عن طريق ابل او تسجل عن طريق بالطريقه التقليديه اللي هي الايميل والباسورد. اغلب الناس في الوقت الحالي بتفضل الطريقه بتاعت جوجل لثلاث اسباب. اول حاجه يعني سهله جدا، مش يعني ما فيهاش اي تعقيدات، يعني مش مطلوب منك ان انت تضيف بيانات كتير، يعني لو الموقع ما طلبش منك اصلا، يعني في بعض الاحيان الموقع ما بيطلبش منك اي بيانات اثناء التسجيل. تاني حاجه سريع، مجرد ضغطه زر خلاص سجلت في الموقع، فمش يعني حرفيا مش هتقعد وقت طويل. تالت حاجه والاهم هو ان يعني بيبقى امان للمستخدم، لان لو الموقع بتاعك تم اختراقه فالبيانات اللي هتتسرب مش هتكون ضخمه او مؤثره، هيكون فقط اسمك والايميل، مفيش اي بيانات اخرى هيتم تسريبها عن الموقع بتاعك او يعني في الموقع بتاعك. فحرفيا المستخدمين هيكون ظهرهم جوجل، فجوجل هي يعني هي اللي هتحافظ على بياناتهم انها تتسرب مش موقعك انت، فالمساءله عليك انت هتكون قليله جدا. طيب فهمت دلوقتي الفكره ليه ده مميز؟ تعالى بقى دلوقتي نروح لطريقه التطبيق وهي سهله جدا. اول حاجه ده بالمجان، يعني جوجل ولا تطلب منك تدفع اشتراك شهري ولا لك عدد محدد من المرات ان انت تعمل الكلام ده، لا براحتك، بس يفضل ان انت ما يعني تكون فاهم اللي انا هقول لك عليه عشان بس حسابك ما يتمش حظره، يعني لان ممكن جوجل تحس ان في حاجه مريبه وتعمل لك حظر لحسابك. اول حاجه معلم انت تروح عليها وهو جوجل، هتروح هنا عندك تكتب حتى بالعربي جوجل كلاود، تمام، حتى انا ببحث عليها دايما، فهتروح عندك على جوجل كلاود بالشكل ده، هيكون حتى باللغه العربيه زي ما انت شايف. هتيجي هنا عندك على جوجل كلاود زي ما انت شايف اللي هو الترتيب الاول او الموقع رقم 1، هتقوم جاي دايس عليه هيفتح معاك بالشكل ده. طبعا هنا اكيد انت هيكون حسابك مسجل او انت مسجل دخول، لان طبعا انت داخل بحساب جوجل. هتيجي هنا عندك على كونسول في الاعلى، تمام، بالشكل ده. فدلوقتي اول حاجه انت محتاج ان انت تعملها ان انت تعمل بروجكت جديد، لان طبعا هنا او انت محتاج تعمل مشروع جديد، لان طبعا انت هنا كل حاجه مقسمه مشاريع، ما ينفعش ان انت تخلط كله مع بعض. يعني افتراضا انت هتعمل موقع جديد، فاذا هتعمل مشروع جديد، هتيجي مثلا هنا عندك على اللي هو الاسم يعني هنا ممكن يكون في خيار اسمه نيو بروجكت لو انت حسابك جديد لسه ما عملش اي مشاريع، فهتيجي هنا عندك على اللي هو نيو بروجكت او اي اسم هنا بالثلاث نقط دول، هتقوم دايس عليه هيظهر معاك بالشكل ده. هتقول له طبعا هنا نيو بروجكت، بعد كده طبعا تختار الاسم المشروع بتاعك، فهتقول له مثلا يا سيدي وهسميه مثلا مشروع عندي ايميل تايم. طبعا هنا بيقول لي ان انا عندي 17 مشروع او متبقي 17 مشروع في حصتي، فطبعا هنا هو انت ليك عدد مشاريع محدد، لو انت حابب مشاريع اكتر فاكيد طبعا انت محتاج انك تدفع، يعني دي برضو جوجل محتاج ان انت ترقي حسابك، بس طبعا انت اكيد مش هتعمل كميه المشاريع دي كلها. هنا طبعا هتسيب ده زي ما هو مش شرط، هتروح هنا دايس عندك على كرييت. اول ما تدوس هنا عندك على كرييت هيكون عندك بالشكل ده، دلوقتي بيعمل عندك كرييت بروجكت، ودلوقتي عندك بالفعل انهى، فهتقول له يعني ان انا هختار البروجكت ده بحيث ان انا اتحول ليه لحد ما يكون عندي بالاسم الخاص بالبروجكت ده، تمام. بعد كده اروح هنا رايح عندي على البحث اللي في الاعلى، واجي اكتب هنا عندي او هي اول واحده حتى اللي هي او اوفيس كونتاكت سكرين، اسمها صعب شويه ولكن يعني هسيب لك انا اسمها تحت في الاسفل، او انت زي ما انت شايف دلوقتي اهو قدامك هتكتب حتى الاسم ده قدامك، تمام. اول لما تروح عليه هتلاقي حتى كمان شكله بسيط جدا، تمام، هتقوم دايس عليه هيتوجه معاك للصفحه دي. طب دلوقتي احنا بقى محتاجين ان احنا نعمل كالتالي. اول حاجه وهو ان انا محتاج اعملها، طبعا مالكش دعوه بالاوفر فيو ده ملوش لازمه، هروح هنا عندي على بيلد، هروح هنا دايس عندي على جيت ستارت. طبعا هنا بيقول لي اختار اسم المشروع، هقول له ايميل تايم او اسم الموقع بتاعك على افتراض، ممكن اكتب حتى بالعربي ايميل مؤقت. هيقول لي هنا يوزر سبورت ايميل، هقول له مثلا الايميل بتاعي انا، لو انت عندك ايميل خاص بموقعك تقدر تعمل ده، هقول له هنا نيكست. ثم طبعا هنا بيقول لي الجمهور اللي هو المفروض الناس اللي هي هتستخدمه هيستخدموا ايه، عندك داخلي ولا خارجي؟ هقول له طبعا خارجي، لان انا طبعا محتاج انشره للناس، لان داخلي ده حتى مش هتلاقي عندك مفعل، فهيكون عندي خارجي اللي هو عندك ده. اقوم دايس هنا عندي نيكست. ثم طبعا بيقول لي ان انا اختار اللي هو الايميل بتاعي، فاختار عندي الايميل بتاعي ده، اروح دايس
نيكست، هقول له هنا فينيش وكونتينيو. بعد كده اروح هنا دايس عندي على كرييت. ده اول حاجه يا معلم انا محتاج ان انا اعملها. دلوقتي اروح هنا دايس عندي على اللي هو هذا الخيار، ثم طبعا هتشوف عندك المهم ان انت هتضيفه. يعني معنى هنا مثلا بيقول لك اللي هو الاب لوجو، لو انت بالفعل ليك اب لوجو او حاجه فانت هتروح دايس هنا عندك على البراوز وتختار عندك مثلا يا سيدي الشعار او اللوجو بتاع موقعك او الحاجه اللي انت عايزها. تمام، هو طبعا يعني لازم يكون حجم 1 ميجا او اقل من 1 ميجا. تختار هنا عندك الاب بتاع اللوجو بتاعك، ويفضل ان هو يكون شكله حلو وجميل عشان مثلا اول ما انت تيجي تسجل دخول ده بيظهر الاب الخاص بالابلكيشن او الموقع بتاعك، يكون شكله حلو اللوجو يعني. وطبعا الحاجات دي بقى كلها على ما اظن انها مش مهمه قوي، يعني لو انت حابب ان انت تضيفها ضيفها. لو مثلا عندك اللي هو البرايفسي، تمام، اللي هي يعني اللي هو الخصوصيه، اللي هو مثلا السيرفيس لينك، عندك مثلا اللي هو البيج هوم مثلا، حاجات على ما اظن مش لازمه يعني. تمام، طيب طبعا بعد ما انا اضيف عندي اللي هو اللوجو والكلام ده كله، اقوم جاي هنا عندي على الخيار الثالث اللي انا حرفيا بقى محتاج ان انا اخلي طبعا اللي هو الايميل بتاعي او اللي هو التستنج ببلش اب، بحيث ان انا اخليه ان هو منشور. فاقول له كونفيرم وانتظر عندي لحد ما يخلص. زي ما انت شايف دلوقتي ان انا نشرت بالفعل اللهم صل على النبي الببلش اب بتاعي. دلوقتي رايح عندي على الكلينت زي ما انت شايف، وانا طبعا ابتدي بقى ان انا اعمل ايه اللي هو كرييت كلينت زي ما انت شايف. وطبعا هنا بيقول لي انت عايزه لايه، مثلا ويب ابلكيشن، اندرويد، يعني كروم اكستنشن، اي او اس، تي في، ديسكتوب اب. يعني انت هتضيف عندك التسجيل بتاع الدخول ده على ايه بالظبط، موقع اندرويد، كروم، شوف انت عايز ايه. فطبعا يعني لو موقع تختار موقع، لو انت يعني تطبيق اندرويد تختار تطبيق اندرويد، كروم اكستنشن اللي هو يعني اضافات كروم ماشي، اي او اس اللي هو الايفون ماشي، عندك اللي هو التي في والكلام ده كله ماشي، عندك الديسكتوب اب زي البرامج ماشي. فطبعا انا هخليه عندي اللي هو الويب ابلكيشن، وطبعا هسميه عندي مثلا اللي هو ايه بريد الكتروني مؤقت. فهتدوس هنا عندك على كرييت وبس يا معلم. كده خلاص انت كده عملت المفتاح الخاص بيك. طبعا المفتاح الخاص بيك هيكون هو ده، طبعا هتلاقيني انا مخبيه فما ينفعش ان انت تديه لحد. يعني حاول ان انت ايه، هتلاقي عندك اللي هو الكلينت اي دي، تمام، ده حاول ان انت ايه يعني ما تدوش لحد خالص، بس هتنسخه وتحطه بقى عندك في المشروع بتاعك. هتقول له حطه زي عبد اللطيف، هقول لك لو انت بتستخدم عندك افتراضا اللي هو نقول مثلا اللي هو اندرويد بيلد او جوجل بيلد وخلافه، يعني اللي هو بتاع جيميناي، هتقول له هنا ده مفتاح التفعيل مثلا، هديله مثلا مفتاح التفعيل واقول له ده مفتاح التفعيل بتاع تسجيل الدخول على جوجل، انا عايزك ان انت تضيف ميزه تسجيل الدخول على جوجل على موقعي وهكذا، وتدي له انتر وهو هيفهم وهو عارف هو بيعمل ايه. تمام، طبعا ده لو انت مش مبرمج، تمام، انما لو مبرمج انت عارف انت بتعمل ايه، فمالناش بقى ايه ما نوجعش دماغ بعض. بس ده كان الشرح، اتمنى يكون الشرح مفيد وعجبكم. اشوفكم على خير باذن الله فيديو جديد، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو اللي بيساعد، ومع السلامه.